السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اتكلمنا يوم الماتش وقلنا الفكر السريع اللي حصل وشكرنا في اللعيبة ومجدنا في اللعيبة واتكلمنا على شوبير، اتكلمنا على زيكو وعلى محمد صلاح. النهارده بقى ايه بالارقام، ومش بالارقام، بالتكتيك نفسه. ايه اللي اختلف معانا؟ ليه شكل المنتخب كان وحش جدا في الشوط الاول؟ وليه كان في انتقادات لبعض اللعيبة في الشوط الاول؟ ليه احنا ما كناش عارفين نمسك كورة؟ او ايه المشكلة بالنسبة لنا؟ احنا كنا بنوصل في حتة والكورة بتتقطع مننا. ايه اللي خلانا وحشين كده؟ وازاي احنا عملنا العكس ده خالص بداية من نهاية الشوط الاول؟ على فكرة كابتن حسام حسن بدأ يغير الماتش او بدأ يقرا الماتش في نهاية الشوط الاول. ليه الشوط الاول كان عندنا هجمات كتير جدا؟ ليه اصلا كنت بتلاقي ان منتخب نيوزيلندا بيروح عليك بكرات كتير؟ تعال اوريك بقى اللقطات واوريك ليه المنتخب كان شكله وحش في الشوط الاول، وازاي احنا حولنا الماتش في الشوط التاني لمنتخب تاني خالص. بص يا حبيبنا، دي اول لقطة في الشوط الاول. هتلاقي ان انت رايح تضغط بمرموش ومحمد صلاح على الاتنين ديفندرات، ومعاهم حارس المرمى. في حارس المرمى اوريدي انت بتوجهه اجباري انه يعمل الكرة الطولية. هي دي لعبة نيوزيلندا يا معلم. انت كده خليت نيوزيلندا تلعب الكرة اللي هي عايزاها، اللي هي ايه؟ الكرة الطولية اللي على راس كريس وود. شكرا. دي التانية برضو انت قافل عليه كل الممرات. مرموش، مروان عطية، محمد صلاح، كلهم واقفين قافلين اللعب، فاوريدي هو اجباري بيعمل الكرة الطولية. دي تاني واحدة. الكرة دي انت كنت مودي. بص بقى، دي اللي بوريهولك. مروان عطية ومحمد هاني وزيكو كله ضاغط قدام، تمام، ونص الملعب فاضي زي ما انت شايف كده. طب نص الملعب لما يبقى فاضي بالمنظر ده، انت متوقع ايه؟ متوقع ان طبعا محمد هاني هيبقى مجبر انه يخش في القلب عشان يغطي. ايه اللي هيحصل بقى لما محمد هاني يقرر انه يعمل كده؟ بص كده معايا، تلاقي فيه نص ملعب فاضي. نص ملعب حرفيا فاضي من ورا محمد هاني لحد الجون بتاعنا. والكرة دي كرة خطيرة جدا، دي كانت اول الهجمات الخطيرة. المفروض كان في الكرة دي ان انت ما كنتش، محمد هاني كان وصل للحتة دي او كان نص ملعب يبقى فاضي كده. دي كانت مشكلة عندنا، ان احنا كنا بنضغط ضغط عالي قوي، هاي قوي. فانت كنت بتضطر ان انت تلاقي نص ملعبك بقى فاضي خالص. بقى في جاب ما بين صلاح ومرموش وبين نص الملعب، فالحته دي بقت فاضيه، فبتضطر تزق لعيبه لقدام، فتضطر تتضرب بسهوله. دي هتلاقي عندك، انا هوريك بس لعيبه المنتخب واقفه ازاي. زيكو ومحمد هاني الاثنين على نفس الخط، وقدامهم في ادي مروان عطيه ومهند لاشين. عايز اوريك مهند لاشين كان فين وبعد كده راح فين. بص، هند لاشين ومروان عطيه واقفين في حته وسايبين ظهر محمد هاني. محمد هاني برضو كان متقدم فظهره كان مضروب. فالكره دي انا عايز اقول لك بس، الكره دي في الاخر هي دي اللي عملت الجون. الكره دي هي في الاخر هي الجون. محمد هاني اتضرب لتاني مره. ما بقولش ان الغلط على محمد هاني لوحده، لا، انت الطبيعي ان اللعيبه دي كانت كلها ترحل. اللاعب الطبيعي ان كان مروان عطيه ومهند لاشين الاثنين يرحلوا ويرجعوا ورا محمد هاني ويغطوا مكانه. فلما خط الظهر اتضرب من عند محمد هاني، كان طبيعي ان ياسر ابراهيم يروح يقابل ويغطي، فاضطر اتفتحت في ظهره مساحه كبيره اللي هي ما بينه وما بين حمدي فتحي. فانت برضو بقى عندك مشكله. فده اللي خلق لك اصلا الكوره اللي جت منها ركنيه، اللي جه منها الجون. اللي يعني الكرة اصلا لما شوبير صدها احنا قعدنا نشيد بشوبير، بس جه اتقلب الكرة دي، اتقلبت عليك جون اصلا. جه عليك جون من الخطورة دي. الكرة دي كانت ممكن تيجي جون عادي وطلعت كورنر وجه فيك الكورنر دي. اخر كوره في الشوط الاول، وده اللي بقوله لك. احنا بدأنا اخر كوره في الشوط الاول، بدأنا نحط ملامح الشوط التاني وازاي هنلعب. هي دي كانت المشكله عندنا على فكره. بص، المشكله عندنا كانت في ايه؟ في ان انت ما كنتش عارف تبني الهجمه صح. ليه؟ لان انت كنت دايما بيروح عندك زيكو ومحمد هاني الناحيه التانيه، فتوح وامام عاشور. ما كانش فيه اللعيب التالت، او ما كانش فيه اللعيب اللي يعمل المثلثات، اللي يعمل المثلث. هنا صلاح راح على اليمين شويه، فبقى هو وزيكو ومحمد هاني عاملين الثلاثيه. فهنا العرضيه اترفعت مظبوطه من زيكو على فكره، وبقى في اتنين جوه منطقه ال 18 بعد ما كان مرموش بيبقى لوحده، لا معاه امام عاشور، فبقى عنده اتنين. الكره يمكن دي ضاعت، امام عاشور ضيعها.
ما في يعني ما عرفش يسددها صح، بس دي حطيت لك ملامح انت ازاي تقدر الشوط التاني تقلبه. فاهم قصدي؟ تعالى بقى اوريك الشوط التاني انت عملت ايه. الكرة دي لازم اتكلم عليها قبل اي حاجة. الكرة دي يا جماعة، لولا الكرة دي انت كنت بقيت 2-0. مصطفى شوبير اعجاز في الكرة دي، اعجاز يا جماعة مش طبيعي. انتوا بتتكلموا مع واحد، يعني الكرة دي ياسر ابراهيم نط ما عرفش يجيبها، واللاعب بتاع نيوزيلندا وجه الكرة صح، ومصطفى شوبير عرف يتعامل معاه. مصطفى شوبير مفيش كلمة توفيه سواء في ماتش البرازيل او الماتش بتاعنا ده بتاع نيوزيلندا. بداية الشوط التاني، تعال بص اي لقطة هتجيبها لينا هتلاقينا واقفين عاملين مثلث او عاملين ممرات تمرير. يعني فتوح هنا عنده انه يلعب على الجناح اللي قدامه، او يلعب على مهند لاشين، او يلعب لقدام. هو اختار في الكرة دي انه يلعب على مهند لاشين، وده كان صح. مهند لاشين خد الكرة ورماها لمحمد هاني. محمد هاني خد الناحية اليمين دي شارع لوحده. يمكن ده كان ريسك كبير قوي من كابتن حسام حسن ان هو خلى محمد هاني واخد الشارع ده لوحده، وغير بقى ان احنا هو اللي على الورق ان هو خلى امام عاشور هو اللي بقى يمين، ومرموش بقى شمال، وزيكو وصلاح هم اللي بقى قدام. لكن هو ادى الحريه لامام عاشور، قال له تجول في نص الملعب، امسك لي نص الملعب واعمل فيه اللي انت عايزه كله، ووريني هتعمل ايه. وساب الجبهه اليمين دي كلها لمحمد هاني. محمد هاني في الكرة دي عمل العرضية، بص كده بقى عندي كام واحد في المنطقة؟ ثلاثة في المنطقة. يمكن الكرة دي محمد صلاح طولت منه وهو بيستلمها، بس بقى انا عندي ايه؟ ثلاثة، وبقيت قادر اقف على اي كرة عرضية. في ناس كانت بتنتقد فكرة العرضيات، لا انا ما انتقدش فكرة العرضيات قدام نيوزيلندا. العرضيات قدام نيوزيلندا سلاح قوي جدا، لان هم ما بيعرفوش يتعاملوا معاها. شفنا في ماتش ايران، ايران كانت كل شويه تعمل عرضيات، حتى جون التعادل بتاع ايران جه من عرضيه. دي الكرة دي كده عايزك تبص برضو، احنا واقفين مثلثات. ما امام عاشور قلت لك رحل وبقى يتحرك براحته وظهر. يعني هو هنا في في الكرة دي على الشمال، في الجون الاول بتاعنا هو كان في نص الملعب، في الجون التاني هو جاي واخد مستلم من محمد هاني وبيوجه زيزو. هوريك بعد كده الكرة دي ايه اللي حصل فيها. الكرة دي اللي خلصت بان فتوح بيرفع وجوه برضو التلاتة. ده نمط متكرر في تلاتة جوه ال 18 هيستلموا العرضية. الكرة دي راحت لزيكو، بس زيكو يعني ضيعها، او تسديدة ما كانتش بدقة كاملة، ويمكن زيكو كان زعلان قوي بعدها. تعالى اوريك بقى كرة الجون، واوريك تفصيلة مهمة قوي 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 توريك امام عاشور تفصيلتين بالظبط. امام عاشور في الكرة دي بيستلم دانا من مرموش، شايطها فيه مش مبصيها له. فلما استلمها وبصاها لمروان عطية، هو اللي بيوجه مروان عطية العب لمحمد هاني هناك. محمد هاني فاتح شارع باسمه هناك. فلما خد العرضية بقى عندك كام واحد جوه ال 18؟ ثلاثة برضه، زيكو وامام ومحمد صلاح. عايز اوريك بقى حاجة كده، الكرة دي بس لبعض الناس. الكرة دي مصطفى شوبير عامل اعجاز، شايل كرات كتير جدا. على فكره يعني مصطفى شوبير الماتش ده لولا كان ياسر ابراهيم بطل كوره. مقارنه سريعه كده ما بين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، لان في ناس بتهاجم رامي ربيعه كتير قوي. عايز اقول لكم ياسر ابراهيم في الماتش ده جاله 9 التحامات هوائيه او 9 كرات عاليه، خد منهم كام؟ 2 بس. في 7 خسرهم، في 7 لصالح كريس وود. طيب على العكس رامي ربيعه اللي نزل في اخر الشوط الاول مكان حمدي فتحي، ربنا يشفيه ان شاء الله، اصابه خفيفه، دخل في 4 التحامات كسب 3 وخسر 1. رامي ربيعه لما نزل ادى شخصيه للدفاع بتاعنا، ادى رتم وهدوء للدفاع بتاعنا، وبقينا عارفين ناخد نفسنا. احنا كنا خايفين. الكره دي مصطفى شوبير لعبها طوليه في اخر في اخر الماتش خالص. في اخر الماتش خالص مصطفى شوبير اللي لعبها لمين؟ لحمزه عبد الكريم. اللي بيتريقوا عليه يقعد يقول لك عمل ايه؟ اصله بدني، اصله ما بيجري، اصله سريع، اصله كأن بدني وسريع دي مش ميزه، ده عيب. الراجل اهو عمل الكرة دي اللي ودت الاسيست لزيزو، اللي زيزو ضيعه. زيزو للاسف هو هيفضل كده طول ما هو عنده تفكير، طول ما هو ذهنه مش صافي. صف ذهنك يا زيزو، وفكك من اي حاجة، فكك من اي كلام، فكك من اي سوشيال ميديا. انت يا ابني اللي ادائك بتوصل نفسك للمكان اللي انت عايزه. هتفضل تفكر في السوشيال ميديا وهجوم الناس؟ لا. تفضل تفكر في ان دول بيتكلموا ودول بيتكلموا؟ بلاش. انت عندك اكتر من كده. زيزو انت بتلعب اصلا برجليك الاتنين،
يعني زيزو من ضمن مميزاته انه بدنيا قوي في يمينه وشماله، انت رقصت الجون كنت حطيتها بشمالك عادي. لو زيزو ذهنه صافي كان حتى لما عدل كان رقص الجون وتاني وجابها جون. فنتمنى ان انت تصفي ذهنك يا زيزو، ونتمنى الناس يعني اللي بتتكلم على حمزة عبد الكريم، يا اخي اعتبره ابنك، اعتبره ابنك عنده 18 سنة ومحترف في اسبانيا ومع المنتخب، ما تكسرش فيه. بلاش الكلام السلبي اللي باين ان هو سلبي عشان حمزة عبد الكريم طالع من الاهلي. والله لما اللاعب بيطلع بره لازم ننسى اهلي وزمالك عشان خاطر مصلحة المنتخب، لانه في الاخر هو هيفيد لي المنتخب. في النهاية خلصت، وضحت لك ايه المشاكل اللي كانت عندنا في الشوط الاول وازاي عالجناها وازاي كنا قادرين ان احنا نكسب. نتمنى التوفيق للمنتخب، وان شاء الله ان شاء الله المنتخب يأدي نتيجة كبيرة جدا قدام ايران ونكسب ونصعد اول. انا ما عنديش مشكلة نصعد اول. دي نهاية الحلقة، ولو عندك كومنت قول لي وناقشني، ولا تنساش اللايك والشير والسبسكرايب.